هنتعرف على تفاصيل جريمة القتل اللي ارتكبها ابن الفنان أحمد مظهر، وازاي اتقلبت حياة أسرته رأسا على عقب بسببها. مر حوالي 22 سنة على وفاة فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر اللي توفى في 8 مايو 2002 عن عمر 85 سنة بعد صراع مع أمراض الشيخوخة. بدأت رحلته الفنية في الخمسينات من القرن الماضي واستمر حتى آخر رمق. خلال مشواره الطويل حصلت مأساة وتجربة قاسية جدا قلبت حياته رأسا على عقب. خربت بيته وانفصل عن أبنائه بعد قصة حب لم يكتب لها النجاة. الفنان أحمد مظهر عاش مع زوجته وأبنائه الأربعة حياة طويلة وجميلة، فالمجلات بقى كانت بتتزين بصورهم على الغلاف. وفي أحد الأيام بقى من غير مقدمات حدثت المفاجأة اللي مش متوقعة. حدث ما لا يحمد عقباه. القصة بتبدأ يا سادة يا كرام إن في أحد الأيام جه أحد أصدقاء الفنان أحمد مظهر يزوره في بيته زي عادته، وفي الوقت ده كان الأولاد بيلعبوا مع بعض في الجنينة. فجأة بقى جه شهاب ابن أحمد مظهر ماسك مسدس أبوه اللي لسوء الحظ كان محشي رصاص، فحط إيده على الزناد فهوب خرجت منه رصاصة طايشة لتستقر في جسد صديقه اللي سقط قتيل على الأرض. ومن هنا بقى انقلبت حياتهم اللي ما بقتش حياة، اتقلبت رأسا على عقب. فواقعة القتل الخطأ دي أثرت على حياة أحمد مظهر اللي اتهم زوجته بالإهمال اللي بسببه اتقتل صديقه، وهي كمان ما سكتتش وجهت له برضه نفس التهمة. وفضلوا هما الاتنين يوجهوا لبعض التهم وفضلوا على خلافات وصلت بيهم لطريق مسدود، وما كانش في حل إلا الانفصال فاتطلقوا وسابته وأخدت معاها ولادها ليبقى مظهر وحده بلا أسرة ولا أولاد.